أنا درتهم في هاد القالب ديال الحلوة وانتم ديروهم في الطريقة اللي بغيتو، شكلوهم بالطريقة اللي بغيتو، عمرتهم بالفرماج مالح وجاو غزالين البنات، تنتمنى تجربوهم كيف تتشوفوا دخلتهم الفران وخرجوا طلعوا محمرين وغزالين. هانتوما شفتوا كي زاين، أنا تتعجبني بزاف المملحات، هادشي اللي خلاني نديرهم. السلام عليكم ومرحبا بكم الغزالين المتابعين الزوينين، خليكم معايا غنبارطاجي معكم واحد المملحات تيجوا فنين. بسم الله على بركة الله. كي تتشوفوا أول حاجة جبت لكم هذا الفرماج اللي تناخدو دائما تعجبني، فيه الفرماج مالح، راه موجود المحلات هنايا، كاين في الدول الأوروبية، في ليدل، في أي بلاصة. المهم نتوما غادي تعمروا باش ما بغيتو. هنايا غادي ناخذ الفرماج وغادي نكسرو بالفرشيط، يعني الطريقه ديالكم اللي بغيتو. خديته هو لوحده اللي عمرت به المملحات ديالو بالعجينه الجاهزه كي تتشوفوا. هنا غادي ناخذ العجينه ديالنا كي تتشوفوا، راها موجوده في ليدل، في اي محلات هنا اللي عندنا هنايا في الدول الاوروبيه. اما في الدول الاخرى الله اعلم، انا تنقول الناس اللي عايشين في اوروبا راه موجودين في ليدل وموجودين في المحلات الاخرى. هنايا شديتو الورقه وعملتها فوق القالب ديال الحلوه. نتوما غديروا اي حاجه اللي بغيتو ديروا، تقطعوها بالطريقه اللي بغيتو. انا عجبني هذا درتو مع ديجا تناخذو نستعملو بزاف في الحلويات. عفوا. خديتو عمرته بالفرماج المالح كي تشوفوا، تاخذوا معلقه معلقه الطريقه بغيتو بزاف بغيتو شويه تعمروا بالطريقه اللي بغيتو. هنا غادي نتبع هاد الطريقه وحتى يعمروا كلشي. غناخذ وحده من العجينه الجاهزه وغادي نديرها عليها من الفوق كي تتشوفوا، تتجي زوينه مغطيه من الفوق ومن التحت تتجي فنه البنات. نتوما غتاخذوا الطريقه اللي بغيتو، غديروها بالمقطعات، غتعمروها سيجار، غديروها بحال البريوات، كيف ما عجبكم ديروها. انا المهم هذه الطريقه عجبتني ودرتها وجاتني سريعه بالزربه وجدات. هادشي اللي خلاني انا نبارطاجيها معكم اخواتاتي. تنتمنى تعجبكم هاد المملحات وتنتمنى ان شاء الله تجربوها. هنايا خديت العجينه الجاهزه الاخرى اللي غادي نديرها من الفوق، كي قلت لكم درتها من الفوق. ها انتم كي تشوفوا غادي نهزها وغادي نحط عليها من الفوق. شفتوها؟ صافي. هنا غادي نقطع، غنتبع ديك المربعات ديال اللاطه وغادي نقطع. من بعد غادي تقلب وغادي تشوفوا كيفاش غتجي غزاله. انا قطعتها هكا، هذاك الشاقور شويقير صغير تنقطع به بيتزا، لقيته صراحه عجبني زويون، تنقطع به هو ديال البيتزا، وتنقطع به بعض الاحيان هكا في الحلوه تيجيني زويون، تيجي صراحه مقاد ويجي زويون. نتوما غتقطعوه بالموس، تقطعوه باي حاجه بغيتو، شتي تيجي زوينه عامره من الجناب. من بعد غادي تقلبوها، بغيت تجبدوها هكا جبدوها، بغيت تقلبوها قلبوها هكا مقلوبه، تجي صراحه ساهله وتتكون ديجا قطعتوها طريفات وتتجي ساهله. تتهزي وتتحطي في اللاطه ديالك، تتوركي عليها شويه من الجناب باش ما يخرجش الفرماج. اصلا انت دايره جوج جهات ديال العجينه المورقه الجاهزه كي تشوفوا جاو زوينين وغزالين. لهذا خليتها نبارطاجيها معكم. هنايا غادي نبقى نحط في اللاطه ديالي كل وحده مع وحده، ما يكونوش قراب لبعضياتهم بزاف، تخلي واحد شويه تاع اتساع بيناتهم. صافي. هنايا غادي نقاد هادو اللي بقاو ليا، من بعد غنديرهم في لاطه اخرى. غادي تاخدي الصفر ديال البيض كي تشوفوا، غناخذ انا ديجا عندي واحد شويه شاطليه من الحلوه الاولى. غتاخذوا صفر ديال البيض وغادي نضربوه مزيان كالعاده كدائما كي تندهنوا القريصات ديالنا، تندهنوا المملحات الخبيزات ديالنا تنديروهم في الفران، تندهنوا بالاصفر ديال البيض عادي وندخلوهم الفران. على ذكر الفران البنات، الفران راه شاعل، خليته الى حد الان 150 درجه ديال الحراره باش ملي نسالي غادي نلقاه موجود. اول حاجه غادي نديروها لتحت حتى تحمر لينا من التحت، ومن بعد عاد نطلعوها الفوق باش بالزربه غادي تحمر غير من الفوق وغتكون انتهت. هنايا كي تشوفوا انا غادي نحل الفران وغادي تشوفوا بعينيكم كي طلعوا غزالين، باقيين في الفران باقي ما خرجتهمش باش تشوفوا الطريقه ديالهم، جاو زوينين البنات محمرين
بالفرماج مالح جاو رائعين، تنتمنى تجربوهم. صافي هنايا غادي ناخد واحد طبسيل، صحن، كل واحد اش يقول ليه، بلاطو غتحطوهم. أنا غادي نسخّن العسل الحُر عندي هو اللي استعملته بقوة اللي تيعجبني العسل، درت أنا العسل، أنتم غديروا أي حاجة باش كونفيتير أي حاجة عندكم. هنا درت عليها السكر كلاصي، عندي ديك الكاس شريته صراحةً زوين، درت فيه السكر وتندردر عليه السكر من الفوق. من بعد غادي نقادهم وندير عليها شوية العسل وندير عليها شوية الزلوز مهرمش البنات. قبل ما تخرجوا البنات ما تنساونيش واحد اللايك والاشتراك، بطبيعة الحال فضلا وليس أمرا، تنحماق عليكم وتنبغيكم وشكرا على المشاهدة. إلى اللقاء، فيديو جديد وحيوية جديدة ونشاط جديد، ودائما معك تيشاني اللي تتحماق عليكم. إلى اللقاء.